اتفق تماما يا استاذ رجائي، بدليل ان الكابتن معتمد جمال واضح السيستم اللي بيشتغل فيه في الملعب، واضح التحولات اللي كانت شغاله على طريقه بزيرة، بس باص لبزيرة، بزيرة بياخد الكره بمهاراته الفرديه، بيحاول يعدي 1 2 3 بتتقطع تيجي هجمه على نادي الزمالك. لكن دلوقتي الكابتن معتمد جمال وظف بعض اللعيبه زي ما قلت لحضرتك، زي عدي الدباغ مثلا، كان فيرود بقى جناح وبيلعب جناح يمين وشمال، بقى جناح شمال دلوقتي. بقت الكره بتتلعب دلوقتي بتتجمع عند بزيرة، بيدخل ساعات رقم 10 او ينقل الهجمه لعدي الدباغ. احرز في هدف للمصري لو حضرتك تفتكر في شباب بوزداد، الهدف اللي جه برضه واتلغى بتاع التسلل. فانت دلوقتي كنت بتعتمد على عبد الله السعيد او بزيرة، عبد الله السعيد يعمل سرور لبزيرة، او بزيرة يدخل بهجمه 1 على 1 او بيشتغل 1 2 او كده. لكن انت دلوقتي اي مفتاح لعب بتقفله. كان الاول خلاص كله بيلعب على بزيرة، وتلاقي زي ماتش انبي لو تفتكر كانوا 2 بيلعبوا على بزيرة، فكان الزمالك واقف خلاص الناحيه التكتيكيه والناحيه الهجوميه. لكن دلوقتي انت مسكت بزيرة، بتلاقي الناحيه الثانيه عدي الدباغ بيشتغل، ناصر منسي بينزل، عبد الله السعيد بيعمل تحولات. دلوقتي بقى في تريكه كمان بتتعمل بين فتوح وناصر منسي، كذا كوره بينزل يعمل دبل باص او بيعمل له كورات بينيه. فانت دلوقتي مش عارف تمسك الزمالك ازاي، او مش عارف مفاتيح لعب الزمالك بقت فين. وده اعتقد ده الهدف الاول، الهدف بتاع بزيرة اللي كان فتوح لناصر شباب بوزداد برضه كان جاي من ناحيه الشمال. بزيرة كان بيلعب على طول يمين، هو لقى ثغره بن عياده اللي هو الباك يمين، في ثغره بينه وبين المساك، فنقل بزيرة ناحيه الشمال عشان ناصر ينزل تتلعب له يحطها لبزيرة واحرز فيها الهدف. فانت بتتكلم ده شغل مدرب، فهو توظيف اللعيبه والاماكن اللي انت بتختارها للعيبه، وتاخد منهم القدرات الفنيه احسن حاجه او افضل حاجه، وتنوع الاداء عندك سواء الاداء الهجومي او الدفاعي. فدي بصمه تحسب لمعتمد جمال انه قدر يوظف اللعيبه صح في اماكنها الصح.